قصة الحصان سيبسكويت، الحصان المكسور اللي انتصر. القصة دي من منظور طريقة التفكير التنموية. دي قصص عن قوة المجهود التحولية، قوة المجهود اللي بتغير قدراتك وبتغيرك كشخص. لكن من منظور طريقة التفكير الثابتة، دي قصة عن 3 رجال وحصان كلهم عندهم عيوب وكان لازم يحاولوا جامد. المجهود العالي هو الخطر الكبير من وجهة نظر العقلية الثابتة. المجهود ده بس للناس اللي عندها عيوب، ولما الناس بتكون عارفة إن عندها عيوب مش بتخاف على حاجة تخسرها. لكن لو انت مشهور إنك مفيش عندك نقص ولا عندك عيوب، يعني لو الناس بتعتبرك عبقري أو موهوب أو حتى طبيعي، فانت عندك كتير عشان تخسره. المجهود ممكن يقلل من قيمتك. نادجة ساليرنو عملت أول حفلة كانت بتعزف فيها على الكمان لما كان عندها 10 سنين مع أوركسترا فيلادلفيا. بس لما وصلت لجويليارد عشان تدرس مع دورسي ديلي المعلمة الكبيرة للكمان، كان عندها عادات وحشة جدا في العزف. أصابعها وحركات القوس كانت غريبة، وكانت ماسكة الكمان بطريقة غلط، لكنها رفضت تغير طريقتها. وبعد سنين شافت الطلبة التانيين وهم بيتفوقوا عليها، ولما قربت تبقى في العشرينات دخلت في أزمة ثقة في النفس. كانت متعودة على النجاح وعلى لقب العبقرية في الصحف، ودلوقتي حست إنها فاشلة. العبقرية دي كانت خايفة تجرب، كانت بتعاني من الخوف من المحاولة. لو دخلت تجربة وما جهزتش نفسك كويس وما جاهدتش نفسك وما كسبتش، يبقى معاك حجة. لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا حاولت بكل طاقتي وما كفاش. فكرة إنك تجرب وتفشل رغم إنك جربت وما بقاش عندك حجة، دي أسوأ حاجة في العقلية الثابتة، وكانت بتعذبها وتوقفها عن التقدم. وهو فعلا وقفتها، حتى عن إنها ما كانتش بتجيب الكمان بتاعها في الدرس. في يوم من الأيام بعد سنين من الصبر والفهم، قالت لها ديلي المعلمة اسمعي، لو ما جبتيش الكمان الأسبوع الجاي هطردك من الكلاس. ساليرنو كانت فاكرة إنها بتمزح، لكن ديلي وقفت وقالت لها بكل هدوء أنا مش بهزر، لو ناوية تضيعي موهبتك مش عايزة أكون أنا جزء من ده. الموضوع طول كتير، لكن المجهود مخيف في العقلية الثابتة. في سببين: الأول إن العباقرة مش المفروض يحتاجوا مجهود، يعني لو محتاج مجهود ده بيخلي قدرتك مهددة. والتاني إن المجهود بيشيل كل حججك. من غير مجهود تقدر تقول ده كان ممكن يكون فلان، لكن لما تجرب مش هتعرف تقول كده. مرة واحدة قالت لي كنت ممكن أبقى مشهورة لو كانت فعلا حاولت، ما كانتش هتقدر تقول كده. ساليرنو كانت خايفة تخسر ديلي، وقررت في الآخر إن المحاولة والفشل الحقيقي أحسن من الوضع اللي هي كانت فيه. وبدأت تتدرب مع ديلي عشان كان في مسابقة جاية، والأول مرة بذلت كل مجهودها وفازت. دلوقتي بتقول أنا عارفة حاجة متأكدة منها، متأكدة إنك لازم تشتغل بكل قوتك عشان الحاجات اللي بتحبها. ولما يكون اللي بتحبه موسيقى، بتكون داخل على معركة حياتك. خوف المجهود ممكن يحصل في العلاقات كمان. كان في واحدة أمريكية اسمها كلير، وكانت كاتبة مشهورة بتكتب للمسرح، وانتخبت في الكونجرس مرتين، وكانت سفيرة لإيطاليا. قالت عن النجاح إنها مش فاهمة الكلمة دي قوي، رغم إن الناس كانت بتقولها عنها. حياتها العامة والمقاسي الخاصة خلتها تبعد عن الحاجة اللي بتحبها. أكتر حاجة كانت بتحبها هي الكتابة للمسرح. كانت ناجحة جدا، كانت بتعمل مسرحيات قوية زي مسرحية الستات. لكن ما كانش ممكن لشخصية سياسية تفضل تكتب كوميديا. بالنسبة ليها السياسة ما كانتش بتديها الشعور الشخصي بالإبداع اللي كانت عايزاه.
ونظرت وراها وما قدرتش تسامح نفسها أبدا إنها ما تبعتش شغفها في المسرح. قالت دايما لو كتبت سيرتي الذاتية هسميها سيرة الفشل. بيلي جين كينج بتقول الموضوع ده كله عن اللي انت عايز ترجعله، تبص تقول كنت ممكن أبقى أو لأ. كده بتحافظ على مواهبك اللي ما استخدمتهاش زي ما تكون كأنها كؤوس. أو تقدر تبص تقول أنا أعطيت كل اللي عندي للحاجات اللي كنت بقدرها. فكر في اللي انت عايز ترجعله وبعدين اختار عقليتك. تحويل المعرفة لفعل. الناس اللي عندهم عقلية ثابتة قرأوا كتب كتير بتقول النجاح هو إنك أفضل نسخة من نفسك، مش إنك تكون أبدا أحسن من غيرك. الفشل فرصة مش حكم على شخصيتك، والمجهود هو مفتاح النجاح. بس مش قادرين يطبقوا الكلام ده لأن اعتقادهم الأساسي في الصفات الثابتة بيقول حاجة مختلفة. بيقول النجاح معناه إنك تكون موهوب أكتر من غيرك، والفشل بيحدد مستواك، والمجهود للناس اللي موهبتهم مش كفاية. أسئلة وأجوبة. عندك أسئلة؟ خليني أجاوبك. طيب سؤال: إذا الناس بتؤمن إن صفاتهم ثابتة وأثبتوا إن هم أذكياء أو موهوبين، ليه لازم يفضلوا يثبتوا نفسهم؟ في النهاية الأمير لما أثبت شجاعته عاش هو والأميرة في سعادة طول العمر، ما كانش محتاج يقتل تنين كل يوم. ليه الناس اللي عندهم عقلية ثابتة ما يثبتوش نفسهم وبعدها يعيشوا سعداء؟ لأن كل يوم هيجيلهم تنانين جديدة وأكبر من الأول، ومع الوقت الإمكانيات اللي أثبتوها امبارح مش هتقدر تنفذ المهمات الجديدة. يمكن كانوا أذكياء في الجبر لكن مش في التفاضل. يمكن كانوا لاعب كويس في الدوريات الصغيرة لكن مش في الكبيرة. يمكن كانوا كاتب كويس في جريدة في المدرسة لكن مش في نيويورك تايمز. عشان كده دايما بيجروا يثبتوا نفسهم تاني وتالت، بس في الآخر بيقفوا في مكانهم، بيجمعوا تأكيدات كتير، مش دايما بيوصلوا للمكان اللي هم عايزينه.